لم يكن من قبيل المصادفة أن تكون قرى مصر ونجوعها هي منجم المواهب ومواطن الأصوات التي أتت بالعجائب، فتوهجت أسماؤهم وتألقت أضواؤهم. يسعدني كثيرا أن أشارك في هذا الحفل المقام في ذكرى قارئ عظيم، وفي رأيي هو إن لم يكن أعظم القراء المصريين فهو من أعظم القراء المصريين ومن أعظم من قرأ القرآن، الشيخ مصطفى إسماعيل. وأنا من الناس المحبين للشيخ مصطفى، وأحب أستمع إلى قراءاته لمختلف سور القرآن. إنما يذكر له بصفة محددة آيات رتلها ترتيلا لم يرتلها مثله أحد، مثل سورة يوسف والحاقة والرحمن. والحقيقة كانت قراءات عظيمة جدا، يعني الخشوع تجده كده يجي لك بطريقة طبيعية وانت بتسمع، وتحفظ وراه الآيات ونطق الآيات. فأنا عشان كده جيت أحيي هذه الذكرى لهذا الرجل العظيم الشيخ مصطفى إسماعيل، اللي استمعت إلى الكثير من المديح له في مختلف بقاع الأرض، الدول العربية والإسلامية. الله يرحمه. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومن هؤلاء يطالعنا ذلك الشيخ القادم من 100 غزال، والذي اندفع بفطرته لتلاوة القرآن الكريم، فدانت له الشهرة والذيوع. مصر دائما كانت معطاءة في مجالات كثيرة، ومن هذه المجالات قراء القرآن الكريم، وتتميز الأصوات المصرية عن غيرها من قراء كتاب الله تعالى
بجودة الصوت ورقي الصنعة وفهم المعاني، ويقف في مقدمة هؤلاء جميعا الشيخ مصطفى إسماعيل الذي نحتفل اليوم بذكراه. وأنا شخصيا مستمع جيد لقراء القرآن الكريم وأميز أصواتهم، يعني أعرف الدروي من شعيشع، من الصيفي، من الشعشاعي تاريخيا. إنما صوت مصطفى إسماعيل يعني تحس إنه صوت عالم وليس مجرد مقرئ قرآن، يتمثل المعاني والألفاظ بالإضافة إلى خلفية فنية راقية والانتقال بين مقامات متعددة في القراءة. وأنا لما كنت بدرس في لندن للدكتوراه كنت حاطط شرايط الشيخ مصطفى إسماعيل في العربية، هي مصدر الأنس والرضا والسعادة في العاصمة البريطانية في ظل الضباب، الكلام ده في أول السبعينيات، والظلام والبرد الشديد. الشيخ مصطفى إسماعيل ظاهرة ليس لها نظير في تاريخ القراءة، ولذلك ذاع صيته وانتشر اسمه في أنحاء العالم. ونحن إذ نحيي ذكراه اليوم نحيي ذكرى قيمة من قيم وجدت في مصر ويجب أن نستعيدها من جديد، وهي أن تظهر مدرسة قراء القرآن الكريم على ساحة العالمين العربي والإسلامي كما كانت من قبل. تحية للشيخ في ذكراه، ونرجو أن يعوض الله العالم الإسلامي عنه خيرا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنه الشيخ مصطفى إسماعيل، نبوءة محمد رفعت، وعطية السماء لدولة التلاوة. انتقل من كتاب الشيخ محمد أبو حشيش بعدما حفظ القرآن على يديه إلى دراسة التجويد وعلوم القراءات على يد الشيخ إدريس فاخر، ثم راح إلى المعهد الأزهري بطنطا، والذي لم يكد أن يتم دراسته به حتى بدأ يشق طريقه للناس ليسمعهم القرآن بصوت جميل وأداء جديد. في هذه الذكرى التي مضى عليها 25 سنة على رحيل قارئ مصر الأول فضيلة المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل، والشعب المصري بل والعالم الإسلامي كله يذكر هذا الصوت الشجي وهذا القلب الإيماني وهذا القارئ الذي جمع بين القراءة والعلم. إن القرآن الكريم وهو معجزة الله عز وجل إلى الناس إلى يوم القيامة يقرأ
على ألسنة الطاهرين ويفهم من أفواه الصالحين. وعندما نسمع إلى قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ينزعج الإنسان كيف يفهم هذا القول الثقيل، فلا يكاد يقرأ قول الله عز وجل وهو يبين هذا التيسير إن أراد لمن يسر له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كانت قراءة فضيلة المرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل تيسيرا لهذا الذكر. نستمع إلى تلاوته، نستمع إلى صوته العذب، نستمع إلى مقاماته. تعلم منه كل أهل فن. تعلم من يريد التجويد من قراءة الشيخ، تعلم من يريد التفسير من قراءة الشيخ، تعلم من يريد الذكر والتقرب إلى الله عز وجل من قراءة الشيخ، تعلم من يريد حسن الصوت ومعرفة المقامات من قراءة الشيخ. لقد كانت معجزة من الله عز وجل لا نطلق عليها معجزة الأنبياء، وإنما نطلق عليها معجزة الأولياء. إنها كرامة من الله عز وجل أعطاها للمرحوم الشيخ مصطفى إسماعيل الذي ولد من إحدى قرى الغربية وعاش وتربى في أحضان القرآن عندما ولد في عام 1905 ولقي ربه في عام 1978. عاش الناس تلك المرحلة لا يذكرون حتى هذا اليوم إلا قراءة الشيخ مصطفى إسماعيل، وكان في زمرة قراء كبار، ولكن القمر ضوءه يطغى ويظهر ويعم الأرض. إنها قراءة الشيخ مصطفى إسماعيل. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ارتقى أول درجات سلم المجد بعدما سرى صوته عبر أثير الإذاعة، حين أخذ الشيخ الصيفي الأمر على مسؤوليته وقدمه لاحتفالية المولد النبوي الشريف بالمسجد الحسيني. فكانت الانطلاقة الحقيقية لشهرة ذلك العبقري ليس في مصر وحدها ولكن في العالم أجمع. فقد امتاز شيخنا بعذوبة الصوت وحلاوته وروعة الآداء وبراءته، تماماً كما امتاز بالنفس الطويل والذي استطاع من خلاله أن يهبط إلى قرارات ويصعد إلى جوابات، وكأنه كروان يرتفع إلى مستويات صوتية لا يجرؤ أن يرتقي إليها سواه، ليأتي بالجواب وجواب الجواب. الحقيقة أنا ارتباطي بالشيخ مصطفى إسماعيل غير إن هو جدي، ارتباط واحد اتعلق بالشخصية من السمع
من كلام الأهل، كلام الأصدقاء، كلام المحبين ليه، كلام المريدين، بتقدر تكون صورة كاملة عن شخصية الإنسان ده. إزاي هو من قمة النجاح كان في قمة في التواضع، قمة في حب الناس، قمة في الهدوء. إزاي كان بيحب قراءة القرآن جدا، إزاي كان عارف لفضل ربنا. فأنا الحقيقة أتمنى من الدولة المصرية إنها تهتم بالعباقرة بتاعتهم، تهتم بالناس اللي هي أضافت وعملت ثقل دي أقدر أسميها بطريقة تانية، هي دي قوة مصر الناعمة، دي أجزاء من قوة مصر، سيطرة مصر في الدول العالم الإسلامي. وأتمنى إن احنا نعدي المرحلة اللي احنا فيها دي ونبتدي نهتم برموزنا والأشخاص اللي هم أضافوا للحياة المصرية. يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. قرأ في القصر الملكي بعدما استشعر الملك نفحات صوته العبقري، كما حصل على وسام العلوم والفنون في العهد الجمهوري، وهو نفس الوسام الذي نالته أم كلثوم وعبد الوهاب. وكان الشيخ المعمم الوحيد الذي اصطحبه الرئيس السادات في رحلته إلى القدس ليسمعه العالم، وهو يثير بتلاوته الفريدة ذكريات العرب والمسلمين على مسجدهم الأسير. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوافدون إلى هذا الأقصى جلسوا الآن في صفوف متراصة وأنظارهم متجهة نحو المقرئ العربي الكبير الذي يجلس الآن على كرسي كبير في وسط هذه الصفوف، وهم بانتظار أن يتلو عليهم كلمات الله التامة. المقرئ الكبير الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر له من آيات الله الكريمة. هذه الاحتفالية تقام كل عام في ساقية الصاوي لإحياء التراث القرآني للشيخ مصطفى إسماعيل. بالرغم من أن في ناس كتيرة سميعة على الشيخ مصطفى وبيقعدوا في البيوت يسمعهم، وبمجاميع تتراوح ما بين 10 و15 فرد للاستماع والاستمتاع بالقرآن وبفن التلاوة، إلا أن في برضو ناس ما عندهاش فكرة عن هذا التراث وإمكانيات الشيخ مصطفى إسماعيل في السنوات الماضية، حيث أنه كان نجما من نجوم المجتمع. وبنعرض عليهم آراء الموسيقيين والمؤرخين والفنيين والمقرئين معززة بآيات القرآن الكريم لكي يتعرفوا على هذا التراث وينتسبوا إليه. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وتحبون المال حبا
وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر يقول يا ليتني قدمت لحياتي. رحلات عديدة طاف خلالها بالعديد من العواصم والبلدان كسفير لدولة القرآن، سابحا بصوته في علياء الكون النورانية، ومحلقا بسامعيه في عالم تسوده الروحانيات والفيوضات الإلهية. فقد كان لشيخنا القدرة العجيبة في السيطرة على السميع، والذين دائما ما يطالبونه بالإعادة ليزداد إعجابهم وترتفع صيحاتهم، لا لشيء سوى لأنه كان في إعادته يضيف ويجدد. احنا النهارده بنحتفل بذكرى الشيخ مصطفى إسماعيل، وأنا بعتبره يوم عيد بالنسبة لي. بنستمتع بالأداء التلاوات القرآنية والأفلام الوثائقية عن فضيلة الشيخ، والواحد بيفتخر أنه من مدرسة فضيلة الشيخ مصطفى إسماعيل، فهو يعني قارئ مبدع ليس له مثيل في الأداء القرآني، وخاصة في تصوير المعاني القرآنية للقرآن الكريم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولا عجب في ذلك، فقد حباه الله سبحانه وتعالى حلاوة في الصوت وإبداعا في الأسلوب لم يكن له نظير في الماضي الذي فاتنا، ولا ند في الحاضر الذي نحياه. تشرب من وحي الرحمن، وربك يمنحها شهدا وحفاوى، فتزيد ورودا وتلاوى، وتراها عين الرحمن